إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام دين الإسلام وبينه أتم البيان في أحاديث كثيرة، يشملها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن قواعد الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، فأجابه أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدين الإسلام عباد الله دين كامل بإكمال الله له على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، بلغه عنه أصحابه لأمته، فتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يترك أمته على ضلالة ولا على جهالة، بل تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، قد زاغ عن ملته ومحجته فئام من الناس وغيروا وبدلوا، بل لم يدخلوا في دين الله إطلاقا، وإن دخلوا فيه ظاهرا. ومن هؤلاء عباد الله الشيعة الرافضة، التي ترجع أصول دينهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر إسلامه في عهد عثمان وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وأخفى النفاق والكفر، فابتدع لشيعته ومناصريه بدعا أخرجتهم عن دائرة الدين والسنة. والشيعة على مر العصور عباد الله كانت أخطر فرقة على شريعة الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولو ادعى من ادعى غير ذلك، لأن دينهم مبني على الخلاف والاختلاف والكذب والطعن في خيرة خلق الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأصول دين الرافضة يختلف مع أصول ديننا. واسمع إلى جملة من عقائدهم لترى الفرق بيننا وبينهم.
عقيدتهم في الأئمة الاثني عشرية بدءا بعلي رضي الله عنه وانتهاء بمهديهم المزعوم المفقود الذي دخل سردابا قبل حوالي 1200 من السنين ولم يخرج إلى اليوم، أنهم أهل عصمة يعلمون الغيب. يقول الكليني الشيعي في أصول الكافي، وهو من أصح كتبهم المعتمدة في المذهب: إن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وإنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. بل يقول أحد أئمتهم وهو هاشم البحراني في كتابه ينابيع المعاجز وأصول الدلائل: إن عندهم علم ما في السماء، وعلم ما في الأرض، وعلم ما كان، وعلم ما يكون، وما يحدث بالليل والنهار، وساعة ساعة، وعندهم علم النبيين وزيادة. قارن عبد الله هذه العقائد بقول الله تعالى في كتابه آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه وأمته: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعلى النقيض من ذلك يزعم الشيعة الروافض أن محمدا لم يبلغ دين الله كما أمره الله. يقول الخميني الشيعي المعاصر في كتابه كشف الأسرار: وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهر ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. كيف يخالف الشيعة الرافضة كتاب الله وهو بين أيديهم؟ نعم عباد الله، يخالفونه لأنهم يعتقدون في كتاب الله تعالى التحريف والتبديل، وجمهور علمائهم على هذا الاعتقاد، كما ذكر الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو مطبوع في إيران. ويذكر الكليني الشيعي في أصول الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. معنى هذا أن القرآن الذي تدعيه الرافضة أكثر من القرآن الموجود بين أيدينا، وإن كانوا ينكرون هذا الأمر فهو موجود في أصح كتبهم. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى ولو ادعوا الاعتراف بكتاب الله تعالى فإنهم يفسرونه بأهوائهم وما يخدم ما هم عليه من الباطل والضلال. فقد ذكر الصافي الشيعي في تفسيره في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي عليه السلام. وأما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن والى عليا. وذكروا في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر. وهذا يدل على سبهم بل تكفيرهم لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابته رضي الله عنهم، وعقيدتهم فيهم أنهم كفار. ويذكر الكليني في الكافي أن الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، وهم المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. وفي كتاب مفتاح الجنان لعباس القمي
دعاء شيوخ الشيعة المشهور على أبي بكر وعمر وابنتيهم عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع، والذي هو من أذكار الصباح والمساء عندهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك. هذا كلامهم، نسأل الله السلامة من البدع والكفر والنفاق. عباد الله، هذه نبذ يسيرة من عقائدهم الكثيرة المخالفة للوحيين والمخالفة لطريق النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، إذا كان أمر هذه الطائفة الفرقة المارقة ما سبق ذكره من كتبهم المعتمدة، فكيف يدعي أقوام منهم خلاف ما جاء فيها وأنهم لا يكفرون الصحابة ولا يذكرونهم إلا بخير؟ فاعلم عبد الله أن الدين عندهم مبني على الكذب والتقية، يخفون ما لا يظهرون، وهو من شعارات وشرائع دينهم التي يرفعها الشيعة لتمرير باطلهم على السذج من أهل السنة. ففي كتاب الأنوار النعمانية، وهو من كتبهم، التقية عند الشيعة باب فتحه الله سبحانه وتعالى للعباد، وأمرهم بارتكابه وألزمهم به كما أوجب عليهم الصلاة والصيام، حتى إنه ورد عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام: لا دين لمن لا تقية له. وقال المفيد منهم: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. فإظهارهم الدفاع عن الإسلام والتقريب من السنة بين السنة والشيعة والتناصر وغير ذلك من الشعارات البراقة ما هو إلا من هذا الباب، لأنهم يعتقدون بإجماع شيوخ الشيعة الإمامية كما في الأنوار النعمانية أن أهل السنة كفار أنجاس، وأنهم شر من اليهود والنصارى. فهل أمثال هؤلاء يكونون إخوانا لنا في الدين نشاركهم محن بلاد المسلمين وهم لا يؤمنون بما نؤمن به من أصول العقائد في الكتاب المبين وسنة خير الأنبياء والمرسلين؟ واسمع لقول أحد أئمتهم يجيبك عن هذا التساؤل الذي يدندن حوله الكثير من الجهال، وهو نعمة الله الجزائري، منسوب إلى قرية من قرى قضاء الجزائر جنوب العراق، لا إلى الجزائر بلدنا الحبيب. في كتابه الأنوار النعمانية قال: إنا لم نجتمع معهم، أي أهل السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. فالحذر الحذر عباد الله من مخططاتهم، فقد بدأ انتشارهم في هذه البلاد في الجامعات وصفوف الجهال أو صفوف بعض الجهال ممن يعد من المثقفين بزعمه ويدعو إلى حرية الدين، ونسي أو تناسى أنه عبد لله رب العالمين. فابتعد عنهم عبد الله وعن دينهم، وانج بنفسك وأهلك وولدك، وإياك والجلوس أمام قنواتهم وفضائياتهم والنظر في مواقعهم بحجة معرفة أمرهم والنظر في مذهبهم ومناظرتهم في المنتديات، خاصة لمن لا يعرف دينه ودينهم ولا يفرق بين الحق والباطل،
فإنهم قوم بهت يستعملون الكذب والتقية لدعوة غيرهم ليقع في شبههم وشبهاتهم. قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن الرافضة: لا تكلمهم ولا تروِ عنهم فإنهم يكذبون. وقال الإمام الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. فتحذير العلماء منهم حفاظا على دينك وعقيدتك حتى لا تعلق الشبه والشكوك بضعفاء القلوب والإيمان والعلم فتخطفه، لأن الشبه خطافة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد عن الدجال عند ظهوره آخر الزمان وعدم إتيانه حتى لا يقع المؤمن في شبهاته ويدرأ الفتنة عن نفسه. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ منه، ليبتعد. من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. قال الإمام أبو بكر العكبري رحمه الله: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. فإياك أخي المسلم أن تكون فريسة لمن كان عدوا لدين الله ولرسوله ولصحابته الكرام، واعلم أنهم أبعد الناس عن نصرة الإسلام وأهله، بل هم أخذل للمسلمين من الكفار، ووقائعهم تشهد بذلك عبر التاريخ. فما قامت فتنة ولا راجت وانتشرت إلا بأعاز منهم، ولم ينصروا الإسلام ولو ادعوا ذلك ظاهرا، وأعمالهم وعقيدتهم ضرب الإسلام والمسلمين وتخذيلهم، بل الوقوف مع الكفرة الملحدين ضد أهل السنة، لأنهم عندهم أكفر من اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وما يحدث عباد الله اليوم في واقعنا لا يخفى على ذي لب من استمرار مخططات أشياخهم وأسلافهم، فهم لا للأعداء كسروا ولا للمسلمين نصروا، بل هم على عكس مما ذكروا أضلوا المسلمين بعقائدهم الباطلة
وأضروا بهم بسياستهم الماكرة. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، ويظهر الحق وأهله ويدحض الباطل وأهله، إن الباطل كان زهوقا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل أعداءك من الكافرين من اليهود والنصارى والمبتدعين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا يا أرحم الأرحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم واعف عنا وعنهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر للميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم يا أرحم الراحمين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.